ليه الواحد يقعد مع نفسه؟ خليني اقولك ان الواحد ما بيحبش نفسه او بيخاف يقعد مع نفسه لوحده علشان هو مش متعود، مش بيقعد مع نفسه كتير. انا عن نفسي ومن غير بجد قبل ما تقول اي كلام من بقى اللي هي بتقوله، انا زمان لما كنت بقعد مع نفسي كان بجد بتبقى اسوأ ايام في حياتي. كان بيجيلي اكتئاب انتوا مش متخيلينه. كنت بفضل على السرير ما بتحركش، ما بعملش حاجه غير ان انا اعمل حاجه تشتتني عن ان انا ابقى لوحدي. وكانت اول حاجه فكرت فيها بدون ان انا اتكلم يعني عن رحله كفاحي اللي هي ولا اي حاجه، بس اول حاجه فكرت فيها في الفتره دي ان انا كنت عايزه اشتغل علشان اتخلص من الحاجه دي وابتدي اعمل حاجه لوحدي ويبقى ليا حياه بعيده عن الناس. هل انا بدعي بقى ان الواحد يبقى لوحده؟ لا خالص. بس اللي انا اقصده ان الواحد لما يبقى لوحده يبقى عارف يبقى لوحده، ما يبقاش شيء مؤذي، لا بالعكس، ابقى انا بعرف اتبسط وانا لوحدي وبعرف اتبسط وانا حوالين الناس. وايا كان الموقف اللي انا فيه انا حابب نفسي وحابب اقعد مع نفسي. الواحد لما بيقعد مع نفسه كفايه بيبتدي يفهم نفسه وبيبتدي يفهم ايه الحاجات اللي ورا المشاعر دي. يعني انا ليه ما بحبش اقعد مع نفسي اساسا؟ هل في حاجات انا مش عايزه افكر فيها؟ لا، هقعد وافكر فيها واحاول اخلق مع نفسي جو اساسا يبقى عندي سلام داخلي. لان سبويلر اليرت، لو انا ما عنديش سلام داخلي مش هعرف ابص للعالم كده، هبقى دايما متعصب، دايما غضبان، لان انا اساسا انا نفسي من جوايا ما عنديش سلام داخلي، انا بتخانق مع نفسي، فطبيعي ان انا هتخانق مع اللي حواليا. لازم يبقى عندك حياة خاصة وما يبقاش عندك تعلق باللي حواليك. انا بحب اللي حواليا قوي، هعمل لهم اي حاجة في الدنيا، بس انا ما عنديش تعلق مرضي. وانا تعلقت باللي حواليا هبقى منتظر منهم حاجات هم مش هيقدروا يعملوها، فانا هبتدي احس ان هم مش بيحبوني كفايه، مع ان هما ممكن يكونوا بيحبوني كفايه. بس زي مثلا انا بحب العب كره قدم، صحابي ما بيحبوش فهم مش بيشاركوني، فده بحس اللي هو لا انتوا ما بتحبونيش كفايه عشان انتوا مثلا ما بتشاركونيش. بس الفكره ان حاجتك اللي انت بتحبها هي حاجتك لوحدك، مفيش اي حد مجبر او ملزم ان هو يحب الحاجه دي معاك. يعني انا مثلا بحب اروح الجيم، فانا بحب اروح الجيم واقعد في الجيم والعب برياضتي واخلص حياتي، وده وقتي مع نفسي. حاجه من اهم الحاجات اللي في الموضوع بتاع الجيم ده ان انا فعلا الواحد وهو في الجيم لما بيقعد وبيلعب برياضه انت مخك بيروح في حتت انت ما كنتش متخيلها، لان انت اول ما بتحط على نفسك بريشر، اول ما بتحط نفسك تحت الضغط وبتبتدي تعمل مجهود، بتلاقي مخك اوتوماتيكلي بيفكر في حاجات تانية. وده بجد هيخلق احلى مود انت ممكن تتخيله. حتى لو في الاول كنت بتتعب، بس بعد كده هتلاقي ان الموضوع مجزي بشكل رهيب، هيخليك تحب القعده مع نفسك. دي اول حاجه عملتها اول ما ابتديت اخش في اكتئاب، ان انا رحت اشتركت في الجيم. حتى مش اشتراك في الجيم، حتى تنزلوا تتمشوا، تنزلوا تجروا. الرياضه هي الحاجه الوحيده اللي انتوا تقدروا تعملوها ببلاش، تمشوا تجروا، تعملوا فيديوهات من على النت، اي حاجه تعملوها تخليكوا بتعملوا مجهود. اتعلم تعمل حاجات تميزك، وتعلم ان حبك لنفسك هو ده اللي هيخليك تعرف تحب غيرك. انت لما تحب نفسك هتعرف كمان تتقبل الحب اللي انت تستحقه. لان تستحقه ايه؟ تستحقه اللي انا قلتها دي. ان الواحد بيبقى من كتر ما هو بيحبش نفسه بيبقى عايز اي منبع من المشاعر حواليه يخليه يحس ان هو حاجة، يخليه يحس ان هو بني ادم وان هو يستحق. بس لا، انت تستحق عشان انت عشان انت بتحب نفسك. عايزه اقول لكم احلى ذكريات عندي، كان اليوم ده اصلا انا عامله له فلوج. كان يوم انا كله لوحدي وكان عندي ضغط وكان عندي اكتئاب وكان عندي حاجات كتير قوي، وقررت ان انا انزل لوحدي. نزلت الجيم وبعد كده رحت عملت حاجات وقعدت في جنينه ودنيا، وكل ده لوحدي. وبجد بجد كنت مبسوطه جدا من قلبي. مش اللي هو بقول انا مبسوطه بس هتبسط مع ناس تانية اكتر، لا انا بجد مبسوطه مع نفسي، وبتبسط مع نفسي بطريقه وبتبسط مع ناس بطريقه. يعني مش لازم الاتنين يبقى نفس نوع الانبساط. والواحد ما بيحبش نفسه علشان هو مش بيدي نفسه الفرصة ان هو يكتشفها اساسا. حاول تكتشف نفسك، تعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه، تثقف نفسك، انك تقرا اكتر. وده كده اساسا الحاجات دي بتلاقيها بتحصل وانس انت بتقرر انك تحب نفسك، او وانس انت بتقرر انك تقعد مع نفسك. بتحس اللي هو لا انا عايز اعرف اكتر، انا عايز يبقى شكلي احسن، انا عايز تبقى صحتي احسن، انا عايز ادخل جسمي الحاجات اللي هو بيستفاد منها. يعني أنا دلوقتي لما باكل سلطه ولا لما باكل صحي، انا بجد ما بحبش الاكل الصحي، بس انا باكله علشان انا بحب نفسي وبحب جسمي وبحب ان جسمي يبقى في احسن حالته الصحيه، مش حتى شكل جسمي. وانا بروح الجيم مش علشان شكل جسمي، مش علشان اي حاجه غير صحتي الجسديه والذهنيه، وان هو ازاي اقدر احقق حاجه بتخليني احس بانجاز. انك تقعد مع نفسك مهم قوي لدرجه انت مش متخيلها.
كل الناس اللي بتحب تقعد لوحدها وبتعرف تقعد لوحدها بتلاقيها مختلفة ومتفردة عن الناس اللي حواليها. هتلاقي نفسك بتعرف تعمل وقت علشان تذاكر أحسن، أو تعمل بحث في الحاجة اللي انت عايز تعملها أحسن، تشتغل أحسن، تطلع حاجات بجودة أحسن في حياتك عامة. وده ما يمنعش إن الواحد برضو يقضي وقت حلو جدا مع صحابه، ويعرف يندمج كويس قوي مع صحابه، ويعرف يخرج كويس قوي. يعني بجد دي ملهاش علاقة بدي. ناس واخدة فكرة ان انا احب نفسي او ان انا احب اقضي وقت مع نفسي ان هي نوع من انواع الانانية، او ان انا مثلا عندي مرض ما يعني. اللي هو لا، انا بحب اقعد مع نفسي علشان دي حاجة بجد حلوة. يعني انا بحب لما الاقي نفسي ملخبطة والاقي مخي بيروح في 60,000 حتة، بحب ان انا كده لا، انا بركز مع نفسي. طب انا مخي عامل كده ليه؟ طب اعمل ليست. وعايزه اقول لكم ان هو ده مش كلام فيديوز وخلاص. انا بجد لازم اعمل ليست. بجد قبل ما بعمل اي حاجه لازم اكتبها، لازم ابقى محدده انا هعمل ايه، لازم احدد الحاجات اللي ورايا علشان الدوشه بتاعت دماغي. بقعد مع نفسي كل اول اسبوع، انا بقيت اقعد مع نفسي كل يوم جمعه، اقعد كده من غير سوشيال ميديا، افهم انا عايزه اعمل ايه الاسبوع ده، افهم الجولز بتاعت الاسبوع ده. بشوف الحاجات اللي بتبسطني بجد، مش مجرد فيديوهات او حاجات زي كده. لان احنا في هرمون الدوبامين اللي بيفرز في الدماغ، ده بيتفرز مع ان احنا نشوف فيديو حلو، ان احنا نفتح سوشيال ميديا، ان احنا نلاقي مسج من حد. الكلام ده كله بيفرز هرمون السعادة. بس انا بدور على الحاجات اللي فعلا بتخليني مبسوطة، وقدرت اوصل لحتة ان انا لما بعمل انجاز، او لما مثلا بشتغل عشان البيزنس بتاعي يبقى احسن، لما بهتم بنفسي، لما بثقف نفسي، لما بعمل اي حاجة مع نفسي، بيبقى ده اكتر وقت انا مبسوطة فيه. فده اكتر وقت فعلا بقدره وبحب اعمله، وانا مستمرة على الموضوع ده. وبحب اصحابي جدا، وبحب الناس اللي في حياتي جدا، وبحب اقضي وقت معاهم جدا. بس في نفس الوقت ما بحبش اهمل الوقت اللي انا بقعده مع نفسي، لان هو برضو مهم مهم مهم. بس كده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لليوتيوب شانل، وتعملوا لي فولو على انستجرام. وبس كده. ده الكلام بتاع اليوتيوبرز اللي في الاخر ده انا مبحبوش، بس يعني لو ما تلاقيش قولي في الكومنتس عايزين التوبيك اللي انا اتكلم عليها المره الجايه ايه. وبس كده.